وبمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أنا أختكم فايزة أحمد. يا رب بقى وصفاتي تعجبكم. والنهارده هنعمل إيه؟ وصفة كده حلوة. هي يعني وصفة تقيلة شوية بس حلوة، هتعجبكم إن شاء الله. يلا بقى نشوفها. هنعمل بقى إيه إن شاء الله؟ هنعمل بطاية الجميلة دي، وهنحشيها ورق عنب. تمام؟ بصوا بقى، احنا هنقول على محلول النقع. انا بصوا حاطه ميه عليها، المفروض نرشها بالميه. بصوا محلول النقع بقى، قرفه، عيدان قرفه هنحطها، دي نكهات بقى. زر الورد هنحطه برضو، ليمون يعني عصره ليمونه. تمام كده. هنحط خل. كل ده بنحطه ليه بقى؟ عشان الزفاره بتاعت الطيور بقى، اي حاجه، اي طيور بتعمليها، بط، فراخ، لازم تعمليه محلول النقع ده. هنحط ايه كمان؟ الملح. الملح ده بقى هيخليها طعمها كويس، وبرده هيشيل الزفاره منها. والخل كمان، بصوا الخل بيخليها عامله ازاي، ناعمه كده وتحسيها مزحلقه كده شويه معاكي. نحط ملح تاني. وزي ما قلنا محلول النقع ده لاي حاجه، اي شغل يعني بتعمليه. والنعناع، نعناع اخضر او جاف عادي، ممكن تحطي جاف. صويا صوص، جربوها وما تخافوش، هتعجبكم قوي. محلول النقع ده هنسيبه قد ايه؟ نص ساعه. هنسيبه نص ساعه وبعد كده نشطفها برده وننضفها كويس. هوريكم برده، نركنها على جنب ونحضر بقى محشي ورق العنب. بصوا بقى، احنا نقعنا البطايه بمحلول النقع عشان الزفاره زي ما انتم عارفين نص ساعه. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ حاطين ميه بتغلي على النار عشان نسلق فيها ورق العنب. اهو بصوا، ده كده تعرفوه ورق عنب. بصوا خفيف ازاي، بتحسيه كده ايه يعني قد كف الايد شويه كده، لان في حاجات بتبقى ايه مش ورق عنب. بصوا انا هوريكم برضه، دي ينفع تكون ورق عنب؟ لا طبعا. تعالوا بقى ايه نسلقه. تعالوا على البوتاجاز كده نسلقه. بصوا هي الميه كده بتغلي، ولازم بقى عشان نسلق ورق العنب تبقى حله صغيره عشان ما يتنكش كده واحنا ايه بنسلقه. يعني احنا كده ايه مسوينه على بعض اهو. هيتحط في حله كبيره هيتنعكش بقى ويجي كده وكده، فاحنا حاطين الحله الصغنطوطه دي ونسلق فيها. بس قبل ما نحط الورق عنب هنعمل ايه؟ هنحط زيت. الزيت ده بيعمل ايه بقى؟ بيسهل وانتي بتحشي الورق عنب، بيسهل لك بقى ان انتي ايه تفكيه من بعض كده. لكن لو ما حطيناش الزيت ايه اللي هيحصل؟ هيفضل كده ايه ماسك في بعضه، مش هتعرفي تفكيه من بعض. هنحط ايه كمان؟ كمون. يعني كمون معلقه صغيره. معلقه كمون صغيره. هنحط يعني عصره نص ليمون. وبعدين ننزل ورق العنب. بصوا بقى كده اهو، شويه شويه هتلاقيه نزل فوق، مش هنغطي، شويه شويه هتلاقوه نزل. تعالوا بقى نعمل ايه كمان اعمال ورق العنب ما يتسلق معانا. هنعمل الخلطه الجميله بتاعت ورق العنب. بصوا كده، ده نص كيلو طماطم، عليه بصلتين انا ضربهم، هو ني في ني كده، انا ضربهم كده مع بعض وهنحطهم على النار. بصوا كده، هنحطهم على النار مع بعض، يعني عشان لو حمرتي البصله بيبقى تقيل شويه.
هنعمل بقى ايه؟ هنحط سكر معلقه صغيره عشان الحموضه، زيت، بصوا بقى مش هحط سمنه عشان احنا عاملين بطايه تقيله برضو فيها دهون كتير. هنحط زيت كده، وايه كمان؟ ملح وفلفل اسمر. المحشي طبعا ايه بيحب الفلفل الاسمر كتير. نحط الملح، ما تحطيش ملح كتير عشان الحاجه ما تبقاش حادقه معاكي، يعني لو هي مش حادقه هيبقى احسن، ممكن لو لقيتيها مش حادقه حطي شويه ملح، لكن لو حادقه بقى تتصرفي ازاي؟ بصوا كده هنسيبها لحد ما تلاقوا الزيت كده طلع على الوش بتاع الحله، هنغطي عليها بقى ونسيبها. بصوا بقى ورق العنب، بصوا اهو، وما تنكش ولا حاجه عشان الحله صغيره. بصوا هيتسلق بقى شويه وبعدين نشطفه ونحضر بقى المحشي مع بعضنا. بصوا بقى يا جماعه الورق عنب خلاص اتسلق، تعالوا نشوفه. انا عايزاكم بقى تشوفوا طالع مساوي قد ايه. بصوا يعني لو فك حاجه بسيطه خالص بس طالع مساوي خالص. المفروض بقى ناخده من هنا، انا غسلاه قبل ما اسلقه بس لازم برضه يتغسل كويس قوي، لان انتوا عارفين بقى ورق عنب ده بيبقى في الشجر كده، يعني في حاجات كتيره بتمشي عليه اكيد، فاحنا هنروح نغسله كويس قوي تحت الميه، وهنغسله في ميه جاريه. هنسيبه بقى دلوقتي وتعالوا بقى شوفوا معايا الصلصه بتاعته. بصوا بقى تعرفوا ازاي هي اتسبكت؟ شايفين الزيت بتاعها طلع ازاي؟ شايفينه كده نطف كده على الوش بتاعها، خلاص تعرفوا كده ان هي متسبكه وتمام التمام. نطفي بقى عليها ونعمل ايه بقى؟ معانا بصوا 4 كوبايات رز من الكوبايه العسل، رز مصري هنغسله ونصفيه. مفيش حاجه اسمها احشي برز منقوع، لا خالص هيعجن مني. يعني في حاجات احنا مجربينها كتير قوي لحد ما وصلنا للحاجه الجميله اللي نقدر احنا نقدمها لكم. هنغسل الرز ونصفيه من الميه، يعني نصفيه ما نخليش فيه ميه خالص. هنروح نغسل الرز بصوا كده الورق عنب اتغسل خلاص، هنفكه بقى بكل سهوله عشان خاطر ايه؟ الزيت اللي احنا حطيناه في ميه السلق. بصوا بقى الرز شايفينه مفيهوش ميه خالص، هننزله، وحتى لو في ميه بصوا هنضربه كده اهو، في ميه اهي بسيطه. احنا ناخد بايدينا كده عشان ما يبقاش فيه ميه يعجن مننا، وما ننقعش يا جماعه الرز بتاع المحشي. بصوا بقى هننزل عليه الصلصه اللي احنا عملناها دي، بقى في ناس بيقولوا عليها التغذية اهي. بصوا واو تحفه. هنحط ايه كمان؟ ممكن بس الشفاط ده عشان عامل لنا صوت جامد. هنحط ايه كمان؟ صلصه طماطم، ونقلب. الخضره بقى نحطها في الاخر عشان ما تتبلش معانا، تفضل بقى لونها الاخضر الجميل ده. هننزل الخضره. بصوا الخضره دي انا غسلاها كويس قوي وكنت حاطه عليها خل، بس ما تسيبهاش في الخل كتير لان الخضره دي يعني ضعيفه شويه غير الجرجير. بصوا
الجرجير بتسيبه يعني وقت كده اطول شويه، لكن الخضره دي لا، ما ينفعش نسيبها. نمسح ايدينا بس. والصلصه دي هنعوزها برضه، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. بصوا نقلب، شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. لو حسيتي ان هو عايز شويه صلصه دي برضه صلصه تاني، بس هو محشي الورق عنب يعني مش بيبقى محتاج الصلصه كتير قوي عشان يعني مش باين. لكن الكرنب بقى، الكرنب بقى بيبقى عايز صلصه كتير قوي لانه بيبقى فاتح، بتبقى باينه كده شكلها جميل. وهنعمل برضو معانا كل الوصفات دي. كده اتقلبت، تبرد بقى ونحشي. تمام. بصوا بقى هنبدا نحشي، بس احنا نسينا نحط حاجه، النعناع. يعني نحط كده ايه، ورقتين ونقصقصهم صغير كده او نفرمهم. واهم حاجه ان انت وانت شغاله كده في المطبخ ما تسيبيش حاجه حواليكي، اي مواعين يعني تغسليها لمي حواليك، عشان بعد ما بتخلصي طبيخك واكلك وحاجاتك ما تبقيش بقى ايه قاعده عماله بتغسلي في المواعين، حاجات متشاله من مكانها كده. يعني لازم كده ايه تلملمي كده وانت طول ما انت شغاله. انا هشيل العلق ده، بس انا مش هرميه عشان ده انا بحطه في الطاجن او الحله اللي انا بحشي فيه. بصوا بقى انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا كده، بصوا الزيت خداه بيتفك معانا بسرعه ازاي. لو ما كانش الزيت ما كانش هيتفك معانا بسرعه كده. تمام. بصوا كده هنشيل العلق ده ونبدا نحشي. هنجيب الطاجن اللي هنحشي فيه. بصوا بقى، بصوا الطاجن هنفرش فيه ايه، طماطم وبصل مقطعينه حلقات، بيخلي الطعم حلو قوي. بصوا كده، ممكن كمان تحطي لحمه فوق البصل ده، هنبقى نعملها برضو الوصفه دي مع بعض. بصوا كده، بصوا شكله حلو قوي. هنحط زيت عليه، نحط بقى كام ورقه اللي كانوا ايه كبار شويه دول معانا اهو، انا كنت حاطاهم تحت كده اهو. بس ونبدا بقى ايه نحشي. هنحشي ازاي بقى ورق العنب؟ بصوا كده، في الوش بتاعه بيبقى ناعم شويه، وفي الوش التاني بصوا بيبقى فيه ايه عروق كده، شايفينها خشنه شويه. احنا بقى هنحشي على الناحيه دي، مش هنحط بقى كتير رز عشان لما بيستوي ممكن يطلع بقى من الجناب. بصوا بقى هنقفل كده كده ومن الجناب كده اهو، ونلفها كده. بصوا بقت حلوه قوي. تعالوا نعمل واحده كمان. بصوا اهم حاجه ما تحطيش كتير. بصوا كده اهو، في كذا طريقه تلفي بيها، بس المهم تقفليها وتعمليها رول كده. بصوا شكلها. في ناس بقى بيعملوا ايه تاني كده، يعني طريقه تانيه. الاسهل ليكي اعملي بس كده اهي، مش على ايدك اهي، بيبقى شكلها حلو برضه.
بس الاسهل لكل واحد بقى والحاجه السهله بالنسبه له يعمل. انا صراحه بحب ايه احشي كده اهو. بصي هنقفل والجناب عشان الرز ما يطلع ونلف كده اهي. نعمل حبه كمان مع بعض. ده بقى مش هنرميه، هنحطه كده. بصوا بيعمل المزازه الحلوه بتاعت ورق العنب دي. ومش صعب ولا حاجه والله، يعني ناس كتير قوي بتستصعب المحشي وورق العنب بالاخص، بس لا سهل اهو. بصوا كده جميله وصغيره. نكمل بقى ونرجع لكم. بصوا ايه رايكم اهي. خلصنا كده ورق العنب اهو، بس شكله حلو قوي. بس مش انا لوحدي اللي عملته، يعني في ايدين رقيقه كده ايه اشتغلت معايا شويه. بصوا بقى لخلطه المحشي اتبقى شويه، فهنسويه في الطاجن الصغير ده. كده بقى نرص طاجن المحشي الحلو ده. بصوا بقى هنرصه كده عشان لما نيجي نفضيه نقلبه كده في السرفيز بينزل حلو. هنرص ونرص عكس بعض. بصوا انا دي صراحه عايزه اوريها لكم عشان بيبقى شكله حلو قوي. وهو ايه لما بتقلبي الطاجن كده في السرفيز. بصوا جميل وبيلمع ازاي بقى من الزيت اللي احنا حطيناه في والورق عنب بيتسلق. بصوا عملنا اول رصه دي متضغطش عليها كده. بصوا شكلها حلو قوي. بصوا بقى احنا رصينا كده، يبقى هنعمل العكس. بصوا اهي كده عشان لما نقلبه يبقى ماسك في بعض. لكن لو كله دايره كده ورا بعضها لا بيفك مننا. بصوا هو صغير مش كتير، خصوصا ان احنا يعني في الصيام مش بناكل كتير قوي، واحنا كمان مش بنحب الاكل البايت، فبنعمل ايه طازه بطازه كده. بس كده خلاص. بصوا بقى هنعمل ايه عشان اول حته كده دي الوش كده يستوي. هناخد الورق ده ونحطه كده على الوش اهو. والعينين اللي احنا ايه سيبناها دي بتدي مزازه حلوه قوي. وكمان هنحط شرايح الليمون. كده كمان. بصوا بقى هنسقيه بايه. دي ميه وعليها مرقه. بصوا متدوبه فيها ازاي، وممكن شوربه. بس انا هعمل حاجه كده، هناخد معلقه صلصه. بصوا ونحطها ونقلب، هتدي طعم حلو قوي بقى للورق عنب. بصوا مش هنغطي ورق العنب، مش هنغطيه بالميه، بس نبقوا شايفين. بصوا كده وتحركيه كده يعني شايفين الشوربه او الميه بالمرقه، شايفينها اهو كده. بصي انت حاطاه شايفاها كده، يستوي يبقى تمام.
نحط له بقى ايه فويل. نلف الفويل. عايزه تحطي ورق زبده قبل الفويل اوكي مفيش مشكله، بس هو كده مش مقرب من الورق عنب خالص. كده خلصنا طاجن ورق العنب، نحطه على جنب. الرز اللي اتبقى من الخلطه برضه هنسقيه مش كتير اهو. الرز يعني ايه نغطيه عشان يستوي كده ايه، ياخد سوا حلوه قوي، ونغطي فويل ورق. كده نكون خلصنا طاجن العسل الصغنن ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البطايه العسل بتاعتنا اهي. بصوا اتغسلت غسله حلوه حلوه، بصوا اتغسلت غسله جميله ونضيفها من جوه، وبرده هوريكم. بس الفلوس بصوا نضيفها ازاي. بص بقى هنجيب مناديل بطه وننشفها من جوه. بس هنمسح كده عشان نتأكد من النظافة. بصوا برضو المنديل غامق شوية، تعالى نشوف تاني. بصي كده اهي خلاص. هنعمل بقى التتبيلة بتاعت البطاطا. تعالى نشوف هنعمل ايه. نشغل الكبة الهاند بلندر سوري. طيب نشغل ونرجع له. بسم الله. بصوا التتبيله بقى بتاعت البطايه، طماطمايه صغيره، بصلايه برضه صغيره، يعني احنا مش عايزين لها تتبيله كتير قوي. نحط كمان ايه الصويا صوص، وهنحط عصير نص ليمونه، وهنحط كمان معلقه صغيره صلصه. نشيل كده. عندنا ايه تاني؟ فصين حبهان، وايه كمان بابريكا معلقه صغيره. انا شلتها دي مع انها فيها فتحات كده ممكن ننزل منها. وايه ده كمان؟ ورق لوري او ورق غور، واحدة بس. والفلفل الاسود يعني معلقة صغيرة ونص زي ما تحب. عندنا دي كزبرة جافة، خلاص كده. عندنا بقى الكوبيبة الصيني، وعندنا كمان ايه
نحطها بقى، بس ممكن 3 4 كده. يعني نحط معلقة عسل كبيرة. العسل بقى ده اللي هيخليها تحفة ويخليها تتحمر كويس، مع معلقة الصلصة كمان. ايه رأيك في البرطمان الصغير ده؟ يلا. وجوز الطيب انا يعني بصوا فرماها سنة كده، الحلة الصغننة الحلوة بتاعتنا دي. يلا بقى نضرب كل الحاجات دي مع بعض. نسينا معلقة الزيت اهو. نحط معلقة صغيرة، ممكن يشيل احسن. يعني نص كده معلقة خل. الملح هنزود بقى ملح شوية، عشان هي دي التتبيلة اللي البطة هتتملح فيها. بصوا هنزود ملح 3 معالق ملح. نضرب تاني. خلاص كده مش ناسيين حاجة. بس كده نشيل بقى. زي ما اتفقنا مش عايزين نسيبوا حاجة ورانا عشان نخلص الوصفة او الطبخة اللي احنا بنعملها نكون ما ورناش اي حاجة. يعني مش نطلع بقى مخلصين الوصفة اللي بنعملها وورانا كذا حاجة، لا. بصوا بقى هنعمل فتحات كده مش كبيرة عشان برضو التتبيلة تدخل جوه، لان البطاية كبيرة شوية. هي كانت يعني اكتر من 4 شوية، دلوقتي 4 كيلو. يعني فتحات عشوائية كده يعني، او ننغص كده. بس وشلنا كمان الحته اللي هي في الجناح دي، لان دي بتبقى فيها زفاره جامده قوي. شلناها ما تنسيش، وشلنا الرقبه كمان. يلا بقى نتبل. بسم الله. هنحاول بقى ايه ندخلها كده تبقى جميله جميله ونجربها كذا مره. بس كده والظهر كمان. ده بقى اللي هيخليها تتحمر كويس لما تدخل الفرن. عايزه بقى تسيبيها نص ساعه كمان قبل ما تدخليها الفرن، اوكي مفيش مشكله. مش عايزه دخليها على طول. هي كده كده ايه، محلول النقع كمان خلاها جميله، والملح اكيد هيدخلها. خلاص كده. بصوا بقى هنعمل ايه تاني. معانا الصينيه الحلوه دي، نشيل بقى ده. بصوا بقى الصينيه دي هنحط فيها ايه. عندي جزر، بطاطس، بصل. بصوا البطاطس انا قطعها من بدري، نقعها في ميه عشان لونها ما يتغيرش، لانها لو سيبناها من غير ميه هتلاقوها اسودت ولونها اتغير. تعالوا نعمل ايه.
ورق الزبده ده بقى عشان البطاطس والحاجات اللي هنحطها في الصينيه ما تلزقش. بصوا كده، اكيد طبعا البطاطس دي هتطلع تحفه بالبطه. بصوا انا مقطعاها ازاي تخين شويه. ليه بقى؟ عشان هتاخد سوا البطايه بتاعتها. ممكن كمان تجيبي بطاطس صغيره وتحطيها كده، ايه، تقشريها بس وتحطيها سليم. بصي، والبصل كمان ممكن نحط البصل الصغير الاول. كان عندنا الطماطم الباقيه دي نحطها برضو. ونعمل ايه تاني؟ بصوا بس كده تمام. هنحط بقى الفاصوليا العسولة دي. نشيلها ونمسح مكاننا. هي البطلة بقى معانا في الفيديو النهارده. ويجي بقى دول ورق العنب. تعالوا نشوف. بصوا كده، هنحشيها من جوه كده. ورق العنب ده بقى مش عايزه اقوله، بيبقى تحفه، لانه واخد بقى التتبيله وطعم البطه، يعني واخد كل حاجه حلوه. احنا مدلعين ورق العنب الصراحه. هنرص كده بس، ايه، ما نحطش كتير. بصوا اللفه جميله ازاي. بصوا دي اكيد الايدين الرقيقه اللي قلت لكم عليها. هنرص كده. ممكن بقى نحشيها بصل، نحشيها فريك، رز، حاجات كتير قوي، حشوات كتير. هنعمل كل ده مع بعض. بصوا كده. كده خلصنا ورق العنب. نشيل. بصوا بقى هنعمل ايه. هنلفها بورق زبده وفوقيه الفل. المهم ان احنا نحط ورق الزبده قبل الفرن ونخليه يتأكل. طبعا متحطلوش اي توابل للبصايه، هي بقى الفرن بنسويها بتسوي نفسها بنفسها. بتسوينا ورق العنب طبعا اللي جواها الجميل ده. جربوا بجد، الوصفه دي تحفه. هنولع بقى الفرن على درجة حرارة عالية، يعني مثلا درجة حرارة 200. انت فرنك اقل، خلاص اعلى درجة عندك في الفرن شغليها، مفيش اي مشكلة. اول ساعة على الرف اللي هو اللي تحت،
بنفس درجة الحرارة، وبعدين نرفعها على الرف اللي هو في النص على درجة حرارة أقل شوية، يعني ممكن 180. تمام كده. وبعدين نشيل الفويل، هنشوف بقى مع بعض. يلا نحطها بقى في الفرن ورجعنا لكم تاني حبايبي. تعالوا نشوفوا بقى اللي في الفرن. تعالوا كده، تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ تعالوا كده نقربها. البطل بتاعنا بقى ده بتاع الفيديو. بصوا بقى كنت بعمل ايه في الساعه التانية. كنت بعمل ايه؟ بصوا باخد من الصوص ده كده وبدهن كده البطايه بتاعتي. بصوا بقى لونها جميل ازاي. بصوا يعني كل 10 دقايق كده افتح عليها وادهنها بالصوص اللي نازل ايه منها ده. تعالوا بقى نطلعها كده ونشوف. ايه رايكم؟ شكلها تحفه. تعالوا نشوف ورق العنب. ده الطاجن الصغير بتاع الرز. بيطلع بصوا الجميل. تعالوا نشوف ده كمان. بصوا الرز كده، بصوا طري وجميل خالص، شكله جميل وريحته تحفه. بصوا ورق العنب. بصوا بقى اول رصه كده هتلاقوها طريه كده معانا وحلوه ازاي، عشان ايه؟ غطينا بالورق ده. البطايه بقى تعالوا بقى نظبطها كده ونرجع لكم تاني. بصوا بقى قدمناها. ايه رايكم؟ شكلها حلو قوي. البطاطس بصوا طالعه دايبه دوب كده. بصوا الجمال. تعالوا نشوفوا بس الورق عنب اللي جوه ده اللي حشينا بيه. بصوا بقى الجمال. بصوا كده، بصوا دايب ازاي وجميل ومستوي والله وحلو قوي. كده بقى شويه خضره كده. ده بقى جميل. مزين بليمون. انا جوعت الصراحه مع الصيام ده. كده بقى نقلب طاجن ورق العنب. بصوا شكله حلو ازاي. بقى نقلبه مع بعض. واو، بصوا جميل ازاي. مش مفكوك ولا حاجه عشان الرصه اللي احنا رصيناها ايه عكس بعض دي. وبصوا جميل ازاي برضو. تعالوا نشوفوا واحده كده. رايكم؟ تحفه تحفه. جربوا بقى ورق العنب واي محاشي، جربوها في الطواجن وفي الفرن، بتبقى جميله قوي. وبألف هنا وشفا على اللي هياكل وعلى اللي هيجرب الوصفه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب تكونوا استفدتوا مني باي حاجه كده فادتكم حاجه صغيره. وتابعوني بقى ومع السلامه. مع مطبخ فايزة. مع السلامه.